رونالدو بيخش تاني فترة تأهيل من الرباط الصليب، وبعدها بيعمل لنفسه معسكر تدريب شرس. معسكر تدريب كان بيطلع كل طاقة الغضب والحزن اللي كانت عنده في التمرين وبس، حرفيا كان شرس في كل تمارينه. ويرجع رونالدو تاني بعد فترة التأهيل والمعسكر ده بس بنسخة تفاجئ العالم كله، نسخة تخلي العالم مش مصدق ان ده رونالدو اللي كانوا بيقولوا عليه انتهى. نسخة مش بس رجعت له لياقته اللي افتقدها، بل نسخة خلت العالم كله يقول يا اخي يا ريت كانت حبيبتك خانتك من زمان، ويا ريت كان جالك الصليب عشان نشوف المتعة دي كلها. رونالدو من كتر قوته في الوقت ده بيبدا يتلقب بالالقاب اللي احنا عارفينها لحد النهارده، الظاهره والمجنون والمجرم دي بالذات، لان رونالدو حرفيا في الوقت ده كانه قاعد على جهاز بلاي ستيشن ومهكره، مش بيلعب بحقه حقيقي، كان حرفيا ما بيرحمش اي شبكه قبال، كان مشتاق للكره ولتسديد الاهداف كانه لسه بادئ لعب كره النهارده. ومش بس كده، بعد 4 سنين من الابداع والجمال اللي قدمه رونالدو دول، يجي ميعاد كاس العالم تاني لسنه 2002 ويتاهل رونالدو مع منتخب البرازيل لكاس العالم. ورونالدو في الماتش ده جاب جونين في المنتخب الالماني، ويمسك الكاس في اخر الماتش ويرفعه بعد 4 سنين تاني من اشتياق لليوم ده. ومش بس كده، رونالدو بعدها كمان ياخد جائزه هداف كاس العالم ب8 اجوان جابهم في كاس العالم ده.